اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض الحواوشي بطريقة مختلفة شوية. عايزة أقولك مش هياخد معاكي وقت كتير خالص في الفرن، طريقة سهلة وجميلة جدا، وإن شاء الله هتعجبكم وهتجربوها وإن شاء الله هتنول رضاكم. يلا بينا نسمي الله ونخش على الفيديو. معايا كده حوالي 5 بصلات بس وحجم كبير، معايا 3 قرون قرن فلفل، ومعايا قرن فلفل احمر و3 قرون فلفل اخضر. تمام كده، ده اول حاجه معايا. هنقطعهم بقى على ايدينا صغير، لو هتقطعها على ايديك زي ما انا عملت كده يبقى هنقطعهم رفيع، هتعملوهم في الكبه براحتك. تمام، هنا بقى كنت خلاص قطعنا كل حاجه زي ما احنا شايفين، قطعنا البصل والفلفل مع بعض. هنحط بقى البهارات، هنحط كاري، وهنحط اللهم صل مرقه، هنحط توم باودر، كزبره ناشفه، والملح، فلفل اسمر، ورشه كمون، وكمان معلقه صغيره من البابريكا. تمام كده حطينا زي ما قلت لكم كزبره ناشفه وبابريكا، ودي معلقه كده صغيره كده او نص معلقه من توم باودر، وحطينا فلفل اسمر، حطيت كده معلقه برضو صغيره خالص من الكمون، مكترتش الكمون، يعني ربع معلقه كده صغيره من من الكمون. تمام، وكمان عايزه اقول لكم المعلقه اللي احنا حطيناها الاخيره دي كانت بهارات حواوشي. تمام، وحطينا بقى مكعب من المرقه، وحطينا كل ده في البلاستيكايه، وحطينا عليهم اللحمه وخلطناهم كويس جدا. بعد كده ما خلطناهم كويس جدا حطيتهم على النار، يعني اول ما اللحمه كده لونها يتغير وتتشوح ونحس انها خلاص هتدخل في السوا، نطفي كده النار على اللحمه بتاعتنا. تمام، طريقه جميله وسهله جدا ومش هتاخد معاكي وقت كتير في الفرن. تمام كده، ده العيش بتاع الحواوشي بتاعنا اللي احنا هنحشيه. ما عندكيش عيش حواوشي ده تقدري تحشيه بالعيش البلدي، او تقدروا تخبزوا له عيش في البيت عادي خالص. تمام، جبنا بقى العيش بتاع الحواوشي ده وهنحشي بقى جوه كده. طبعا اللي بتحبي تكتري لحم، عايزه تقللي ده حسب ايدك انت وانت بتحشي في الرغيف بتاعك. تمام، الطريقه دي سهله جدا جدا جدا. شايفين؟ نعمل كمان واحد. عايزه اقول لكم ان انا ما حطيتش زيت جوه الرغيف، ما دهنتش الرغيف من جوه عشان خاطر اللحمه دي لما حطيناها على النار طبعا نزلت كل الزيوت اللي فيها، والبصل كمان وكل حاجه نزلت بقى الزيوت اللي فيها. تمام، بس في الاخر هندهن بقى دهنه بسيطه كده للعيش بتاعنا من فوق، من بعد ما نخلص خالص، او لما نيجي بقى ندخله الفرن. تمام كده، دي الصينيه بتاعتنا اللي احنا ندخلها الفرن. حطيت دهنه كده زيت من في القعريه تحت الصينيه، وكمان بقى نيجي هنا زي ما قلت لكم هحط من تحت ومن فوق. هنا بقى كنت حطيت بقى شويه زيت في الصينيه، فعشان كده الرغيف من تحت كده اوريدي ادهن زيت، فكده هندهن بقى الوش كده من فوق. الطريقه دي مضمونه وسهله، وعايزه اقول لكم هتوفر عليكم كتير قوي، مش هياخد سوا كتير او في الفرن. هو اول ما العيش كده ياخد لون هتطلعيه على طول. خلاص خلصنا كده زي ما احنا شايفين. طبعا مشغله الفرن، احطه بقى في الرف الوسطاني ياخد بس لون ونطلع كده. خلاص كده كنا طلعنا بقى الحواوشي بتاعنا فرن. حمرنا بطاطس وقطعنا بقى خيار وطماطم وشويه كده بطاطس محمره، وشايفين بقى العيش بقى مقرمش كده وجميل. والف هنا للي اكل، والف هنا للي هيعمله وياكل. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده بقى عجبكم. ما تنسيش بقى تحط لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. ومع السلامه.